الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد، ايها الاخوه الكرام، اهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا جل جلاله ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما ذكر شيخنا الشيخ محمد، فامتحان يوم صعب كما قال كذلك الشيخ عبد الله، امتحان تعليم امتحان صعب، فميزان بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. واحد يترك المباراة ويترك ما تشتهيه نفسه ليجلس في مجلس الذكر يستمع كلام الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ميزان دقيق يتميز به أهل الإيمان مع أهل الدنيا. ندوة اليوم ندوة بعضية إن شاء الله، استقبالا واستعدادا لرمضان، شهر المغفرة وشهر التوبة، فلا بد للإنسان أن يستعد وأن يعد العدة لهذا الشهر. من أجل ذلك أيها الإخوة نعقد هذه الندوة، ويحضر معنا شيخنا الشيخ عبد الله زردود إمام في حي الجبل، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الحميد الرشيد والشيخ عبد الحميد متعودون دائما بمشاركته معنا، وشيخنا الشيخ محمد إمام المسجد. دون إطالة، شيخنا عليك الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله، شهر رمضان وما أدراك ما رمضان، كلمات تفتح بها قلوبنا بهذا الشهر العظيم، وهي أيام قليلة بيننا قاب قوسين غدنا بيننا وبين شهر الحسنات وشهر مضاعفة الأجور وشهر الصدقات وشهر الدرجات العالية. شيخنا الكريم مقدمة بسيطة افتح قلوبنا وشهيتنا لهذا الشهر، جزاك الله تعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصرتم مفاهيم مشاكل وتبوأتم من الجنة منزلا. يعني بعد أيام معدودات سنستقبل ضيفا عظيما. هذا الضيف هو شهر رمضان المبارك، وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما سمعتم يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. كان أحدهم يقول اللهم بلغنا رمضان، لأنه إذا بلغك ربي سبحانه رمضان واغتنمت أيام رمضان كنت بإذن الله تبارك وتعالى من الفائزين. علاش؟ لأن الشهر هذا شهر رمضان مدرسة الصيام ومدرسة التقوى، كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأعظم إنجاز يحق الإنسان في مدرسة الصيام إذا بلغ هذه المدرسة إن شاء الله تقوى الله عز وجل. ونهار الإنسان يصل إلى مرتبة التقوى، تقوى الله عز وجل هي سبب النجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا الشهر أيها الإخوة الكرام كما خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين.
أعظم عدو للإنسان بعد نفسه التي بين جنبيه يقول العلماء هو الشيطان. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الأعراف يتحدث عن هذا العدو اللدود للإنسان الذي يصفد في رمضان حتى تكون الإنسان عنده الفرصة تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، تصفد شياطين. إذا كل الأسباب مهيئة باش الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة. أعظم عدو لدود يتخلص منه على الأقل في رمضان الشيطان. قال الله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الشيطان أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولماذا اختار القعود؟ يقول العلماء لأن الإنسان إما أن يقعد وإما أن يتكئ وإما أن يضطجع. أحسن الهيئات القعود، بمعنى أن الشيطان يزين لك المعصية بحيث تستحسنها. إذا هو يختار أفضل السبل ليزين لك المعصية. إذا أنت أخي المسلم في شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفدت وتصفد الشياطين. إذا أعظم عدو راح تتهنى منه في رمضان، ولذلك ينبغي أن تستغل هذه الفرصة ولا تفوتها. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ويزيد شوف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا هو يستعمل كل السبل. لآتينهم من بين أيديهم بمعنى يخليك أنت يا أخي المسلم تحمل هم التفكير في المستقبل، وبالتالي تولي ترتكب المحرمات من أجل أن تعيش مستقبلا سعيدا في نظرك. ومن خلفهم تولي تفكر في أولادك بعد ما تموت، وبالتالي تسلك سبل الحرام. وعن أيمانهم لا يتركك تفعل الخير. تجي مباراة كرة القدم، عندما تكون مباراة يوازن الإنسان بين الصلاة والقرآن، يفضل المباراة. يمنعه الشيطان من القيام أو من فعل الخيرات. وعن شمائلهم يزين لك المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. آمين. الشيخ أنت تقول أن الشياطين تصفد. واحد يطرح سؤال يقول لك شياطين الإنس تسرق والشر موجود، يعني كيف يجمع بين الأمرين؟ وقال بعض العلماء تصفد مردة الشياطين، وبعضهم يقول تبقى وساوسهم، يعني ماشي بالمعنى الحقيقي. إما أن تصفد مردة الشياطين وإما أن تبقى وسواس النفس دائما يبقى مع الإنسان. وإلا فالمعاصي موجودة في رمضان، موجودة بكثرة. والله تعالى. الشيخ عبد الحميد أهلا ومرحبا بك. شفنا ما زال الشريط مفتوح عن شهر رمضان وقبلت شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحمد في نفسي والشيخ زهير كذلك الشيخ عبد الله حفظهم الله كذلك جميع المسلمين العابدين لما تحدثوا عن المباراة وقالوا أنه يعني بين الصيام فقلت يعني حتى لا تفهم الفكرة قلت أن الامتناع عن مشاهدة المباراة هو صيام قبل الصيام. هو صيام قبل الصيام، لأن الصيام حقيقته الامتناع عن الملذات والشهوات وكل ما قد يكون فيه سخط الله رب العالمين. فحضوركم وثباتكم وصبركم هو صيام، لأن قد يطلق الامتناع والصيام. قالت مريم عليه السلام كما أخبر الله في القرآن الكريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني الصوم هنا تقصد به الامتناع عن الكلام، فهذا الصيام. شفنا كذلك بعض السلف يقول المراجع وشعبان وتحضير لرمضان. صحيح. فلعل هذا الفطور والتحضير يعني. لا هو دعنا نتحدث عن فضل رمضان. رمضان يعني ماذا نقول عنه؟ رمضان له فضائل كثيرة لا يمكن حصرها ولا عدها بأدلتها وأقوال العلماء فيها، ولكن نشير إلى أبرزها. من أبرز وهذه الأشياء التي سنذكرها عباد الله
هي أسباب جعلت أعداء الله جل في علاه يكيدون لرمضان ويمكرون برمضان وبأهل رمضان. انتبهوا إخوان، انتبهوا، يعني لا تظنوا أنكم سالمون، بل أنتم مكاد بكم. هذه حقيقة. يعني أعداء الله جل في علاه قد تهيئوا وهيئوا أنفسهم قبل هذه المدة، يعني نتحدث قبل أيام عن رمضان، وهم قبل شهور إذا لم تكن قبل سنوات قد تهيئوا لمحاربة رمضان وأهل رمضان. لماذا هذا؟ فضائل رمضان هي أسباب لمعاداة أعداء رمضان لرمضان ولأهل رمضان. من أهم تلك الأسباب أن رمضان هو شهر الشرائع. رمضان هو شهر الشرائع، فجميع الشرائع السماوية إنما أنزلها الله جل في علاه في هذا الشهر المبارك بما في القرآن الكريم. حينما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ب6 مطين من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 ليلة خلت من رمضان. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة 1575 رقم الحديث. إذا لاحظوا كل الكتب، الصحف، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كلها ماذا نزلت في رمضان. فرمضان إذا هو ظرف لنزول الوحي، ظرف للشرائع. وربنا جل في علاه يقول في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في ليلة مباركة. شيء ليلة مباركة؟ بين أن الليلة المباركة أولا تبين أنها من رمضان، لقوله جل في علاه: إنا أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا في قوله جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الليلة هي من رمضان، وهي من خير ليالي الدنيا، بل هي أفضل من 1000 شهر كما ورد في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخنا عبد الله إلى قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبشر أصحابه، وهذا يدل على أن رمضان له شأن عظيم في نفس النبي ونفوس أصحابه رضي الله عنهم، في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه رضي الله عنهم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. إذا لاحظوا: قد جاءكم شهر رمضان، في إشارة إلى أنهم كانوا يترقبون قدوما، كانوا ينتظرون مجيئه. لما تحقق مجيء رمضان قام النبي مبشرا ومهنئا لأصحابه والأمة الإسلامية آنذاك، يهنئها بمجيء هذا الشهر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ مبارك، أي كثير الخير وكثير النعم. شهر رمضان أيضا، لماذا شهر رمضان هو من أفضل الشهور؟ لأن شهر رمضان عباد الله هو شهر القرآن، يعني بصفة خاصة، لأن احنا الأمة الإسلامية يعني منعنا من دراسة التوراة والإنجيل أو التوجه إليه إعراضا عن القرآن الكريم، واكتفينا والحمد لله رب العالمين بالقرآن الكريم اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما رأى في يده صفحات أو ورقات من بعض حكم التوراة، قال: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لوسعه الاتباع إلى أن يتبعني. إذا نحن عندنا القرآن الكريم عباد الله، شهر رمضان هو شهر القرآن. لاحظوا عباد الله، فيه يجتمع الناس لقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن وللصلاة، صلاة التراويح التي يحرص فيها المسلمون على ماذا؟ على ختم القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكذلك كان هو الشهر الذي كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويدرسه القرآن في شهر رمضان، إلا رمضان الذي سبق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرتين وراجعه ودرسه القرآن الكريم. شهر رمضان عباد الله هو شهر الخيرات والبركات، وفيه تطيب نفوس الناس، وفيه تسعد أرواحهم ويسهل عليها فعل الخير والإقدام عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر أو أقصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل عليه السلام ويدرسه القرآن،
حتى وصفه ابن عباس قال ترى رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الخيرات التي تكون في رمضان. يعني سبحان الله، أنتم مثلا لاحظوا في مسجدكم هذا صار بعض الناس يتسابقون، هذا يجيب الماء، هذا يجيب التمر، هذا يجيب بدون ما نتحدث عن قضية وقفة رمضان والإعانات التي تصل إلى الناس التي لا نراها طول السنة، ولكن في أو قد تكون، ولكن في رمضان تكثر. نعم، ويكون في نشاط وهمة والناس كلهم يتحمسون. إذا شهر رمضان هو شهر كما ذكر الشيخ عبد الله حفظه الله بأنه شهر تتحقق فيه التقوى، وقد جعل الله حصول التقوى وبلوغ التقوى علة في تشريع رمضان لما قال ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلنا فضائل رمضان كثيرة، فضائل رمضان كثيرة. أذكر هنا فقط يعذر الإخوة كلام ابن الجوزي رحمه الله، يعني يذكر كلاما جميلا يشبه شهر رمضان مع بقية الشهور كإخوة يوسف مع يوسف عليه السلام، يجعل مقارنة بين كانوا 11 إخوة وهي 11 شهر، وكان يوسف وهو رمضان، يعني كان يقابل هذا بهذا. فيقول قيل الشهور 12 أو 12 كمثل أولاد يعقوب عليه السلام، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته. فكما أن يوسف أحب الأولاد إلى يعقوب كذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. ثم قال لأن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في يوسف من الحلم والعفو ما غمر جفاهم حين قال لا تثريب عليكم اليوم فكذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والبركات والنعمة والخيرات والعتق من النار والغفران من الملك القهار ما يغلب جميع الشهور وما اكتسبنا فيه من الآثام والأوزار. يقول الإشارة فيه جاء إخوة يوسف معتمدين عليه في سد الخلل وإزاحة العلل بعد أن كانوا أصحاب الخطايا وزلل، فأحسن إليهم أو أحسن لهم الإنزال وأصلح لهم الأحوال وبلغهم غاية الآمال وأطعمهم في الجوع وأذن لهم في الرجوع وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فسد الواحد خلل 11. كذلك شهر رمضان واحد والشهور 11 وفي أعمالنا خلل وفي أعمالنا خلل وأي خلل وتقصير وأي تقصير وتفريط في طاعة العليم الخبير، ونحن نرجو أن يتلافى شهر رمضان ما فرطنا فيه في سائر الشهور ونصلح فيه فاسد الأمور ويختمه علينا بالفرح والسرور ونعتصم فيه بحبل الملك الغفور إن شاء الله تعالى بمنه وإحسانه وعفوه وغفرانه إنه سميع بصير وهو نعم المولى ونعم النصير. وفي كلام يعني كذلك من كلامه لأنه جميل في حقنا. قال أولاد يعقوب ورمضان قال وإشارة أخرى كان ليعقوب 11 ولدا ذكورا وبين يديه حاضرين ينظر إليهم ويراهم ويطلع على أحوالهم وما يبدو من أفعالهم ولم يرتد بصره بشيء من ثيابهم وارتد بقميص يوسف بصيرا وصار بصره منيرا وصار قويا بعد الضعف بصيرا بعد العمى. فكذلك المذنب العاصي إذا شم روائح رمضان وجلس فيه مع المذكرين وقرأ القرآن وصحبهم بشرط الإسلام والإيمان وترك الغيبة وقول البهتان يصير إن شاء الله مغفورا له بعدما كان عاصيا وقريبا بعدما كان قاسيا ينظر بقلبه بعد العمى ويسعد بقربه بعد الشقاء ويقابل بالرحمة بعد السقر ويرزق بلا مؤنة أو مؤونة ولا تعب ويوفق طول حياته ويرفق بقبض روحه إلى آخر الكلام. هذه من بين النكت والفوائد التي احببنا أن ننقلها وهي التشبيه بين شهر رمضان وباقي الشهور ويوسف عليه السلام. ويكفي أنه لما جاء إخوة يوسف معترفين بذنوبهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال كذلك إن شاء الله المسلم مهما فعل في باقي الشهور لكن إن جاء رمضان وصدق بإيمان وإقبال وإخلاص فإنه يكفر على المؤمن ما يعني فرط فيه سائر الشهور والله أعلم. الله يجزيك. لا بالنسبة كان الكريم مستقبل مع هذا الخير في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الطحاوي وغيره أن صحابيا رأى في رؤيا
ازداد سنة بعده هو أول الدخول، أول الداخلين إلى الجنة، مع أن الأول مات في ساحة القتال والدفاع عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يصم رمضان بعده سنة؟ فكان تحصيل لهذا الأجر وهذا الفضل في الجنة، وأنه سبق الثاني الذي مات في ساحة الدفاع عن الإسلام، كان سببه صيام رمضان. هذه ظاهرة سلبية موجودة الآن، كانت خفية، الآن فيها نوع إعلان، وهي تعمد الإفطار في رمضان. شيخنا، ما هي العقوبة لمتعمد الإفطار في رمضان دون عذر شرعي؟ نتكلم غير معذورين شرعا من المرضى والمسافرين وغير ذلك، لكن الآن موجودة ظاهرة. والعام الماضي كان وقع فيها ضغط إعلامي في جماعة في ناحية من نواحي الوطن، الإفطار المتعمد والدعوة أنه حرية فكر وحرية التعبير وحرية ما نعرف شنو. فما هي عقوبة المتعمد الإفطار في رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، هذا السؤال من غير سابق. معلش يا هذه شاكرة يعني كلمة بسيطة. رمضان أيها الإخوة الكرام هو ما يجب أن تعلمه أنه من أركان الإسلام الأساسية، فهو فريضة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة يعني لا يجهل فرضية رمضان كبير أو صغير، رجل أو امرأة من المسلمين، عاجل أو جاهلا، دارس أو لم يدرس، لأن هكذا المسلمون ورثوا الصيام أبجد، فهو من المعلومات بالضرورة. وهذا المعلوم من الدين بالضرورة الثابت فرضيته بكتاب الله كما ذكر الإخوة في الآيات القرآنية الصريحة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر من الله سبحانه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذا كان الأمر بهذه الصورة هو ركن من أركان الدين، للعلماء في منتهكه إنكار وجحود كما تقدم الأخ الكريم في مقدمته، يعني تعبدا للإفطار من غير عذر، بل ومجاهرة استحلالا، فمن استحله فقد كفر. ومستحل رمضان مستحل حرمة رمضان هكذا، يعني كمستحل انتهاك الصلاة أو مستحل الزكاة أو الحج أو نحو ذلك، كل ذلك ينطبق عليه الكفر والعياذ بالله. ومن كفر بالله سبحانه وتعالى إنه كفر بالقرآن وكفر بالسنة وكفر بكل ما أجمع عليه سلفنا الصالح عليه الصلاة عليهم الرضوان، فيكون من المخلدين في النار والعياذ بالله. أما بعد فإنه أحكامه، والله عز وجل لما ذكر فرض الصيام يقول: فمن كان مريضا على سبب بعدة من أيام أخرى. فللعذر أحكامه وللجهل أحكامه وللإكراه أحكامه، لكن أن يكون الإنسان محادا لله محادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير. والذي ينبغي أن ننبه إليه ليس هو معرفة الحكم، وإنما هو واجب المسلمين نحو هذه الظاهرة. واجب هذه المسلمين نحو هذه الظاهرة هو واجب الدولة كدولة. أعظم مسؤولية تحملتها هي أمانة حفظ هذا الدين على الأمة، وبالتالي هم يسألون عند الله عز وجل سؤالا عظيما عن هذه الأمانة التي حملوها. كذلك واجب المجتمع في مثل الظواهر لا يجوز السكوت، لأن المحاربة ينال محاربة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الإنكار
بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لابد من تشريع الفعل، لابد من التشريع والإعلان والذكر إلى آخره يعني، والمعاداة والهجران ونحو ذلك مما يتيسر دون إلحاق مضرة أكبر. والله أعلم. الشيخ عبد الله. أما دعوى حرية الرأي فالحرية في الإسلام ليست مطلقة، بمعنى حرية الإنسان ليست على إطلاقه يفعل ما يشاء. الإنسان ينضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حريتك إذا كانت تؤدي إلى إفساد غيرك وإلى إفساد المجتمع فهذه الحرية ممنوعة في نظر الإسلام. ولهذا الإنسان عندما ينتهك حرمة رمضان جحودا لهذه الفريضة وإعلانا بها حتى يقتدي به غيره، هنا نقول له حرام عليه. لذلك يتدخل، يقول العلماء هنا يتدخل الوازع السلطاني. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني ولي أمر المسلمين لا بد أن يتدخل لمنع مثل هذه التصرفات التي تهز في الحقيقة نسيج المجتمع. والله تعالى أعلم. شيخ، بلوغ رمضان هذه نعمة ولا شك، تحتاج شكر. أين ذكرنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كما قلنا فيما مضى، السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان قبل رمضان ب6 أشهر. علاش؟ لأنه مش كل إنسان راح يبلغ رمضان. بعض الناس يموت بيوم قبل رمضان، بعضهم بشهر، بعضهم ب6 أيام، بعضهم في الليلة تعبد ويدخل رمضان يموت. ولذلك محظوظ الإنسان الذي يدركه رمضان ويصوم رمضان ويقوم بالواجبات الشرعية في هذا الشهر. في الحقيقة هذه من أعظم النعم، ولذلك شكر المولى عز وجل واجب. يعني الإنسان لازم يشكر ربي سبحانه على نعمة الإسلام أولا، وعلى نعمة بلوغ رمضان. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرح يفرحه الإنسان في هذا الوجود هو وجود القرآن، الدستور العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعظم فرح يفرحه الإنسان أن جعله الله سبحانه وتعالى مسلما وأن فرض عليه صيام رمضان. وأعظم فرح أيضا يفرحه الإنسان إذا بلغ، يعني دخل إن شاء الله يوصل لمحطة رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. نبقى معك الشيخ. الإنسان إذا بلغ رمضان فليحمد الله تعالى ويشكر جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا كما رواه البخاري وغيره. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، مقصود منه شيء. إيمانا قال العلماء تصديقا بوجوبه، يعني ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينكر وجوب رمضان، فقد ثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضيته. وعلاش يذكرون في كثير من الكتب يذكروا دليل الكتاب والسنة والإجماع؟ كان يكفي الكتاب والسنة، لكن يقول العلماء لكي لا يجحد الإنسان فرضية هذا الشرط. هذه وحدة. إيمانا واحتسابا بمعنى يحتسب الأجر للمولى عز وجل. عندما يصوم إنما يصوم لله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت في الإنسان هاتين الخصلتين إيمانا واحتسابا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والله تعالى أعلم. ما يجزيك شيخ. إذا الشيخ عبد الحميد بابك الشيخ عبد الله بنية الاحتساب. طيب ما هي النية الإنسان التي يستحضرها أيام قليلة بيننا وبين الشهر؟ ما هي النية التي يستحضرها؟ لعل الله تعالى
من الحضور أو من المتكلمين أن يكون من الذين سيبلغون رمضان، فلعل الله تعالى جل جلاله يبلغه بنيته. فما هي النية الإنسان التي لابد أن يستحضرها في الأيام عند وقت دخول رمضان؟ فقط رجوع شيئا من الوراء لما قال الشيخ عبد الله حفظه الله أن الحرية في الإسلام هي كذا وكذا، وكلام صحيح لا تعقيب ولا اعتراض عليه، ولكن أحببت فقط أن أضيف أن الحرية ليست في الإسلام فقط بهذا المفهوم، بل هي عند جميع الإيديولوجيات وجميع الأفكار. جميع الدول ليس عندهم، حتى الدول المتشدقة ليس عندها حرية مطلقة. وإلا فقولوا لي بربكم لما هذه المحاكم والعساكر والسجون والعقوبات والجنايات وغيرها الأمور. لا لما منعوا المآذن ومنعوا المناقبات، يعني فرنسا الصليبية هي يعني رائدة الحرية حرية الإنسان، مع ذلك وقفت ضد هذا. ولكن أسف الشديد يعني حتى لا نفتح على أنفسنا بابا نشير إليه إشارة، وهو أنه للأسف أقولها بعض بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويقرؤون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يعطون الفرصة لأعدائنا حتى يحاربون. هم الذين يعطونني الزمن الذي قامت فيه فوضى النقاب وفوضى كذا. من كان رئيس فرنسا؟ كان ساركوزي. تصور أن هذا الرجل الصليبي، هذا الرجل ربما حتى دينه ولا يتمسك به، يقوم ويقول لو كان النقاب كذا من الدين لما تكلمت، كل واحد دينه، لكن لما عاد فكل واحد يخلي عادته عنه. طيب وين عرفت انت يا ساركوزي بأنه عاد وليس من الدين؟ نعم، وين عرفت انت؟ هل انت فقيه من فقهاء الإسلام؟ هل أنت ممن يرجع إليك في قضايا الدين حتى نحكم على هذا أنه عادة وهذا السنة وهذا مشروع هذا غير مشروع؟ لأن من المنتسبين للإسلام أوصلوا إليه فكرة أحيانا بالتصريف وأحيانا بالتلميح بأن هذا ما قالوا أنه مسألة، قالوا لا أصل له في الدين، هو موجود لا يوجد تماما. نفوا تماما أن يكون سطر الوجه قضية شرعية دينية، انفوى تماما. مع أنني أقسم بالله والله على ما أقول شيء أن علماء الإسلام قديما وأهل الدين والورع والخوف من الله حديثا لهم في هذه المسألة قولان لا ثالث له. هل هو فريضة أم فضيلة؟ فريضة أم فضيلة؟ هم باتفاق بينهم بين علماء القديم والحديث اتفقوا على أن ستر المرأة لوجهها فضيلة من الفضائل، فضيلة. لكن هل هو فريضة؟ اختلفوا في المسألة. لكن أن تأتي وتقول ليست من الدين وتجلد أعداء الله على إخوانك المسلمين، بعض المنتسبين الإسلام يعطون الضوء الأخضر للمجرمين. هذا تلبسوا بزي العلماء فقط إن شاء الله. بس نعوذ بالله قضية. نعم، في مسألة رمضان النية. ما هي النية والعزيمة التي ممكن؟ إخواني، النية أمرها خطير، ولم يكن السلف يعانون شيئا أكثر من معاناتهم من قضية النية. سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا هو أشد علي من نية التي بين جنبي. تجد الواحد يعني من يوم ما عقل الإسلام وعرف الإسلام وتعلم الدين تجده خائفا وجلا أنه لم يكن في يوم من الأيام مخلصا في قول أو عمل لله رب العالمين. حتى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. ابن عمر مثلا تجده يقول والله لأن يتقبل الله مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. ثم يتلو قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وهم من هم. فالنية أمرها خطير، خاصة إذا علمنا أن العبادات متوقفة عليه. صحة العبادة، تمييز العبادة من غيرها متوقف على ماذا؟ على النية. يقول عليه الصلاة والسلام
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا عبد الله ليس لك إلا ما نويت، ليس لك إلا ما نويت. فستأتي يوم القيامة ويجمعك الله وتقف بين يدي الله ولن تجد من الأعمال إلا ما كان أو ما جعلته خالصا لله ولم تشرك فيه مع الله شيئا. هذا الذي ينفع. إنما الأعمال بالنية. النية إخواني هي عمل قلبي باتفاق العلماء ولا يجوز التلفظ به. لا يجوز الإنسان يقول نويت كذا وكذا إلا هناك أقوال يعني من أمانة العلمية يعني خاصة في باب الصيام. في باب الصيام يعني مثلا باب الصيام هناك بعض الشافعية قول عنده نقله النووي رحمه الله يعني في جملة هكذا معينة في النية. وإلا فالمقصود بالنية أولا هي عمل قلبي، هو أن يعقد الإنسان قلبه على عمل ما. النية هذه ينبغي أن تكون مجزومة، أن يكون إنسان جازم فيها غير مرتاب غير مدبدب غير شاك. يعني مثلا ما يقولش لا غدوة رمضان راني صايم ولا شعبان يعني ليه كانت غدوة خاصة يوم الشك مثلا وهو اليوم الذي يلي 29 من شهر شعبان. فإذا ينبغي أن يجزم بأن غدا شهر رمضان ويكون ذلك لعله كما سيأتي برؤية الهلال. فالرؤية ربما يتحدث عنها شيء. إذا ثبت رمضان ينبغي أن يجزم الإنسان بأنه يصوم غدا رمضان يوما من رمضان، أنه يصوم رمضان استجابة وامتثالا لأمر الله تعالى. أن يكون مجزوما، أن يكون مجزوما، وأن يكون معينا. التعيين شو التعيين؟ التعيين هو أن يعينه كان قول الجمهور إلا أن الحنفية قولهم قوي في هذه المسألة ما دام أن شهر رمضان هو شهر يعني مضيق أو فريضة مضيقة لا تحتمل عبادة مثلها في ذلك الوقت. يعني لا يمكن الإنسان أن يأتي بعبادة مشابهة للصيام في شهر رمضان إلا رمضان. فقال إذا لا نحتاج إلى التعيين. وإن كان جمهور العلماء قالوا لابد أن يعين أن اليوم الذي يصومه هو يوم من رمضان ليس فرضا وليس يعني ليس كفارة ولا قضاء ولا أشياء أخرى. كذلك أن تكون مبيتة، أن تكون النية ماذا؟ مبيتة، أن يبيتها الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها كما رواه أخوها عنها وهو ابن عمر قال من لم يبيت أو من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ومن لم يبيت في رواية من لم يبيت النية أو من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. التبييت هو يعني في الليلة التي تسبق يوم الصيام قبل الفجر تكون بين غروب الشمس، غروب المحقق يعني زوال الشمس يعني غروبها إلى طلوع الفجر الصادق. طلوع الفجر ماذا؟ الصادق. وعند المالكية يجوز أن تكون النية مقرونة أو مقترنة بالفجر. وطبعا هذا الكلام وإن ذكرناه لابد أن ننبه أن هذا يكون خاصا بالفقهاء العلماء ليس بكل الناس، لأن ليس كل الناس يعلمون اقتران النية مع الوقت. قد يظن الظان بأن النية قد اقترنت ربما وتجاوز ذلك. هناك قضايا العلماء لا يحبون أن تذكر أمام كل الناس وإنما تذكر مع بعض الناس مع خواص الناس، ولأنه قد يفسد الإنسان يقول لك ما دام الوقت ما زال ممكن يتوسع حتى يقع في المحظور والعياذ بالله. إذا أن تكون مجزومة مبيتة معينة. وبعضهم مش بعضهم قول جمهور العلماء قالوا بأن تكون متعددة. مش معنى متعددة أي كل ليلة لابد أن يأتي لها بنية. طبعا لا هو هذا قول حتى موجود عند المالكية. المعتمد عند المالكية نية واحدة. ما في خلاف. أنا أقول لك قول جمهور العلماء أنهم ذكروا تعدد النية في كل ليلة، لكن وقد سأستمر لكن الصحيح إن شاء الله بأنه يكتفي بنية واحدة لأنها مثل عبادة موحدة، وهو ما يمكن أن يأتي بعبادة غيرها في ماذا؟ في ذلك الوقت، وهي عبادة موحدة مثل الصلاة مستمرة. وفي تفصيل خلاف بين العلماء. إذا هذه النية لابد الإنسان. طيب الإنسان إذا كان قال أنا والله في قلبي نويت أن يصوم وصليت المغرب، لما صليت المغرب قلت
غدا رمضان إن شاء الله أكون من الصائمين إن شاء الله. خلينا نقول كلمة إن شاء الله. إن شاء الله لا لأن إن شاء الله المشيئة تؤثر في الألفاظ لا في الأعمال، والنية هي عمل القلب فلا تؤثر فيها المشيئة، يعني تعلم المشيئة، وإنما المشيئة تؤثر في الألفاظ، الأقوال التي يتلفظ بها الإنسان. كان يحلف الإنسان ويستثني يقول والله كذا إن شاء الله. لكن إن قال أصوم غدا إن شاء الله فهذه لا إشكال فيها ولا أثر. المهم الإنسان قد يقول هذا يعني يعتقد هذا في قلبه. قد يقوم الإنسان إلى السحور يتسحر. لماذا تسحرت؟ واضح. أنت حينما جئت إلى المسجد ودخلت إلى بيت الوضوء وتوضأت وجئت وصليت، طيب ليه جئت أنت؟ قال أنا جئت أصلي المغرب. هذه نية. لما جيت من بيتك وتوضيت ودخلت صليت، إذا النية كانت حاضرة معك. كذلك إذا قام الإنسان سحر، النية راهي معه، يعني أنه قد أتى بالنية ويكون صيامه صحيحا إذا أتم شروطه وأركانه. الله يجزيك الشيخ. وإن كان سؤالي الشيخ عبد الله، أنا ما قصدت أنها هي فقهية النية. ما قصد جانب الإخلاص؟ لا أقصد ما هي العزيمة التي الإنسان يستحضرها من أجل هذا الصيام؟ ما هي نيته في الصيام؟ هل نيته يتسكت؟ ما قصده من الصيام. ما قصده من الصيام. الشيخ عبد الله. نشكر الشيخ على هذه التفصيلات عن العلماء، تفصيلات مفيدة جدا. هي قضية النية. أنا يوميا يا أيها الإخوة الكرام نتلو قول الله تبارك وتعالى 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. بمعنى نخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة مخلصين، نتوجه بالتعبد لله سبحانه وتعالى. إذا أنت 17 مرة يوميا أن تعلن لله سبحانه وتعالى بأن عبادتك له. هذه الأولى. الثانية، الإمام البخاري رحمه الله عندما بدأ صحيحه، صحيح البخاري معروف، لم يبدأه بمقدمة. قال العلماء بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول العلماء لماذا؟ كأن الإمام البخاري يقول للناس: لكل من أراد أن يؤلف كتابا ينبغي أن يكون مخلصا في تأليفه. كذلك نحن أيها الإخوة الكرام عندما نريد أن نقدم على أي عمل لا بد أن نخلص نية لله سبحانه وتعالى. احنا دوكا راح نصوم رمضان، واش نقصد بالصيام تاعنا؟ ماذا نقصد؟ هل نقصد الامتناع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج فقط، أم أننا نقصد بالصيام أشياء أخرى أعظم من هذا؟ أن يصوم بصره، وأن يصوم لسانه، وأن يصوم يده، وأن تصوم رجله، يعني صيام جميع الجوارح. ولذلك أنا في تقديري يعني عندما نصوم نقصد بالصيام أن تصوم زيادة على ما هو معروف، أن تصوم جميع الجوارح عما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الصيام يسميه بعض العلماء صيام الخصوص، وكي يدخل فيه حتى صيام القلب، بمعنى أن يكون قلبك سالما عن الحقد وعن الحسد وعن الغل فيما يتعلق بإخوانك. الله تعالى أعلم. بالتوصيل يعني أعظم ما يصحح نية الإنسان في الصيام أيها الإخوة الكرام هو الفرح برمضان. هو الفرح برمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث عن التوبة، وشهر رمضان شهر التوبة، شبهنا أن الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدكم. هذا كان في فلاة أضرت به ناقته، فنام ناقته، فلما استيقظ لم يجد الناقة وعليها زاده ومشربه إلى آخره، فتيقن الموت، بحث عنها في كل جهة لم يجد، فرجع إلى مكانه وقال له حتى أموت. نام هنيهة ثم استيقظ فإذا الراحلة عند رأسه قائمة وعليها زاده. قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك،
فرح شديد. معنى الفرح هذا يعني الإنسان كان ميت وربي عز وجل أحياه. احنا كذلك أيها الإخوة الكرام رانا معمرين بالذنوب، يعني الذنوب قتلنا وربي عز وجل جاب لنا فرصة. شوف واحد يشوف روحه راه بين جهنم والعياذ بالله، مأخوذ جهنم والعياذ بالله، وربي عز وجل جاب له بعث له واحد هكذا نغزو ما خلصوا من جهنم ودخلوا في الجنة، ماشي خلصوا دخلوا في الجنة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن الإنسان ربي عز وجل غفر ما تقدم من ذنبه كان من أهل النجاة. هذا الفرح يصحح سلوكنا في استقبال رمضان. كل السلوك تاعنا يتصحح لما استقبل رمضان. بمعنى الناس في استقبال رمضان على صنفين في المسلمين: صنف يلقوا فيه التجارة الرابحة بالأموال والمأكل والمشرب وتحقيق الشهوات، حتى أن الكثير من الناس يأكلون في رمضان ما لا يأكلونه في 6 أشهر خلال رمضان. ميزانية خاصة ل6 أشهر. في بعض دول الخليج تزداد السمنة في شهر رمضان. يعني اللي كان يأكل تسعة كذا يقولوا تاع الرز، بالتالي داروا إحصائية لقاو باللي نسبة السمنة للأسف الشديد تزداد في شهر رمضان، وخاصة في دول الخليج. من المفروض شهر رمضان هو شهر الاقتصاد، يقتصد الإنسان عدد الوجبات تقل، بالتالي الميزانية تاع الإنسان تخف. نحن للأسف الإنسان يستدين من أجل رمضان، يقول لك أنا نعقب رمضان مليح كأننا صرنا كالبهائم نريد أن نأكل ونشرب. أفرغنا العبادة من معناها الروحي ودخلنا فيما يعرف عند العلماء فيما يعرف بعلمنة العبادة، بمعنى فصلنا الجانب الروحي عن العبادة. غير يدخل رمضان بدنا نتحدثوا عن الأغذية، الزيت، السكر، كذا، دير ستوب في الدار، دير كذا، كأنه القلة راح تفوت. وهذا ما هو صحيح إخواني. لا نستقبل رمضان، كفى بالمرء لقيمات يقلن صلبه. يعني الإنسان لو كان جاعاتا يقتصد شهر رمضان هو اللي يوفر فيه المال ويزيد يعبد ربي على أحسن الوجوه، ماشي الشهر تاع التبذير والإسراف والزيادة في حجم الإنسان وخير. الله تعالى. اسمح لنا الشيخ. بارك الله فيكم. هذا هو المقصود، أنه نية أو يفرحون. المؤمن يفرح بقدوم رمضان. قال جل هذه الفرصة ربي عز وجل بلغنا رمضان هذا، احنا لا باش نجينا من النار ونجينا من هذه الذنوب اللي يعني أقعدنا أفضل، جاتنا فرصة. فتجي المسلم يشوف كيفاش يفرغ وقته بيقرأ القرآن ويقرأ القرآن الكريم، كيفاش يفرغ وقته باش يحضر الصلوات في جماعة ويحضر صلاة التراويح، كيفاش يفرغ وقته لقيام الليل، كيفاش يفرغ وقته لزيادة الحسنات بفعل الخير استناد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدير مشروع. بالتالي استقبال رمضان هو شيء، هو مشروع يعني الفرصة، مشروع العمر، مشروع السنة. الله أكبر. الشيخ عبد الحميد يقول العلماء لابد من التخلية قبل التحلية. هكذا شهر رمضان عنوان التوبة، فلا بد من كلمات في قضية التوبة، لأنه بعضنا يظن أن التوبة هذه خاصة بالمجرمين والفساقة والفجار. التوبة تكون لعموم المسلمين، أن تكون لبعض الأفراد. وبالعكس إذا قرأنا القرآن الكريم نجد الخطاب موجه للمؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الخطاب موجه للمؤمنين. من خطبوا في التوبة؟ أهل الإيمان. وأهل الإيمان هم أهل الاستقاء أيها المؤمنون على الكفر. إذا لاحظ يخاطب أهل الإيمان بلزوم التوبة والرجوع إلى الله جل في علاه، لأنهم هم أولى بالتوبة. لماذا هم أولى بالتوبة؟ لأنهم أعرف بالله، ومن كان أعرف بالله كان منه أخوف وكان أسرع إلى التوبة والرجوع بغيره. ولذلك التوبة عباد الله هي من الأمور التي بسم الله أجل وشاء الله لنا فيها. يعني حاولنا شدينا بالخير يا معلش.
إذا قلنا التوبة عباد الله هو شيء ألزم الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في القرآن الكريم، كما قلنا ربي سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله سيد الأولين والآخرين الذي عصمه الله وكفاه الله الذنوب ومنعه منها، وكذلك بشره بالجنة وبالنجاة من النار. مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. طيب عباد الله، هذا رسول الله من ماذا كان يستغفر ويتوب؟ ما هي ذنوبه التي كان يأتيها؟ لا شك لا ذنوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو تعليم لنا، تعليم للأمة أن تتوب وأن لا تخلي أوقاتها من الرجوع إلى الله جل في علاه. وعباد الله سبحانه وتعالى الحقيقيون هم الذين يسارعون إلى الله بالرجوع والإنابة والتكفير عما فات من الآثام، والحمد لله رب العالمين. ربي سبحانه وتعالى يمهل العباد ويفتح لهم باب الأمل، لم يوصلوا في وجوههم ولم يغلقوا عليهم أبدا، بل إن الله جل في علاه يعني يقبل الذنوب حتى في آخر لحظات حياة الإنسان ما لم تبلغ الحلقوم، ما لم يعني يصل الإنسان إلى خلاص إلى مرحلة وإلى وقت لا تقبل فيه التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع التوبة حتى تنقطع ماذا؟ الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا أن الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم يغرر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني في تلك اللحظة وعندما يعاين الحقائق لا ينفع الندم ولا ينفع. فلا بد عباد الله أن يتوب الإنسان. لكن ما هي التوبة؟ ما هي التوبة؟ التوبة عباد الله. نعم، شروط التوبة. لا، التوبة هي حقيقتها الإقلاع. الإقلاع عن ماذا؟ عن الذنب والكف عنه. لأن حقيقة هذا الأمر هو أن يتوقف عن معصية هذا المطلوب، أن لا تعصي ربك. كيف تعصيه وهو الذي خلقك وهو الذي أمدك بالقوة وأمدك بالمال وأمدك بالأمور كلها، ثم بعد ذلك تعصي الله جل في علاه. تعصيه بماذا؟ تعصيه برزقه، تعصيه بخيراته، وهو المنعم المتفضل عليه. ولذلك ورد في الحديث القدسي إني والإنس والجن في شأن عظيم، أخلق فيعبد غيري وأرزق فيشكر غيري، خيري إليه نازل وشره إلي صاعد. يعني أمر عظيم سبحان الله. هكذا تشكر من أولاك بالنعم ومن رزقك ومن أنعم عليك. هكذا يكون شكره، هكذا يكون مجازاته. وهل يكون مجازات الإحسان إلا بالإحسان؟ ألا تحسن إلى الله في عبادته وفي الإقبال إليه؟ جاء رجل من المبارك رحمه الله وقال يعني أنا لا أستطيع التوقف عن المعصية، ربما كان زنا أو شيء من كذا. قال أنا لا أستطيع أن أتوقف عن هذا الأمر. يعني هل هناك شيء في الدين حالتي أنا راني حاولت ما استطعت، هل يوجد شيء يعطيني رخصة أنا يعني لحالي أنا ولكل الناس؟ قال نعم، يوجد 5 شروط إذا حققت واحدة منها خلاص يعني تستطيع أن تفعل ما تشاء. حق؟ قال حق. وش بعطيني الأول؟ قال الأول إذا أردت أن تعصي الله جل في علاه يعني فاذهب حيث لا يراك. هذا علم، يعني ربي ينظر إليك ويراك وأنت تعصيه. فقال سبحان الله يعني لا تخفى عليه خافية بنعم روحه، يعني لا يخفى على الله شيء يعلم السر وأخفى. قال طيب زدني الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تعصي في أرضه. شوف أرض أخرى، مملكة أخرى، كوكب آخر لا يملكه الله واعصي الله فيه. لكن أن تعصيه في أرضه، في ملكه، في سلطانه، هذا تجرؤ على الله. قال سبحان الله له ما في السماوات وما في الأرض والعروة. زدني الثالثة. قال الثالثة أن لا تتقوى على الله أو لا تتقوى على معصية الله برزق الله، يعني تأكل من خيراته ثم بعد ذلك تعصيه بها. بعض الناس تجدهم حينما يريدون أن يعصوا الله يجمعون أنواعا من الأغذية، يعني حتى يكون سهرة، يعني حتى تحمل سهرة مشروب مطعوم كذا إلى غير ذلك. هذا المشروب والمطعوم ممن؟ من الله. إذا
إذا لا تأكل من رزق الله حتى إذا سألك قل والله أنا متى قويت برزق غيري؟ مستحيل. وما من دابة في الأرض إلا على الله ماذا؟ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زدني قال إذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك قل له والله ارجع بعد شهر ولا بعد شهرين تجيب لي هيئة حالي سكنت حالي وتبت كتاب واديني الروح قال سبحان الله غير ممكن. إذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب زدني الأخيرة قال إذا جو زمنية النار لهيبوك الجهنم والعياذ بالله أنت ما تروحش معاه ما تروحش. يا رب سبحانه ماذا قال في القرآن؟ قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من ماذا؟ بالنواصي والأقدام وزن جهنم والعياذ بالله. فتاب الرجل ورجع إلى الله جل في علاه. إخوان ينبغي أن نتفكر في عظمة الله. لا تنظر إلى صغر الذنب يا عبد الله ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انظر إلى عظمة الله. انظر إلى حالك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا يقطع النظارات اللي يشوفكم ضعف واحد فيكم من النيس. لكن سبحان الله هذه من نعم الله. هذا العين الذي أعطاك الله سبحان الله النعمة كيف تشكر أنك تروح تقضيها في معصية الله. هذه الأذن التي أنعم الله. كم من إنسان صم لا يسمع وكم من إنسان مكمن كم من إنسان أعمى كم من إنسان أعرج كم من إنسان ضعيف كم من إنسان طريح الفراش في المستشفيات في البيوت وأنت الحمد لله تمشي بين الناس وتذهب وتجي إلى غير ذلك. هذه كلها نعم من رزقك إليها الله. فإذا كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ بأن تستخدم هذه النعم في مرضاة الله جل في علاه. إذا الإقلاع عن الذنب العزم على أن لا يعود إليه أبدا وأن يندم على لأن ورد في مسلم الإمام أحمد بن سلمان الندم توبة وأن يندم على ما فعل. والندم هو تمني عدم وقوع الفعل بعد وقوعه. يتمنى هذا من قلبه يقول يا ليت هذا الفعل ما وقعش لكنه وقع فيندم عليه. وهناك شرط رابع ذكره العلماء إذا كانت المعصية بينه وبين ماذا؟ الخلق. فهذه الثلاثة التي ذكرناها يضيف إليها التحلل من ماذا؟ من المظلم قبل أن يكون الجزاء يوم القيامة الحسنات والسيئات. والله أعلم. شيخ عبد الله رمضان فيه معاصي كثيرة عند بعض الخلق. إذا عندنا بعض المجالات الإنسان يتوب فيها في رمضان. نقول التوبة والشيخ حثنا على التوبة. طيب في رمضان أنتم ماذا تصنع؟ ما هي الأشياء الموجودة سلوكات سلبية موجودة في رمضان لبعض الناس ولعلنا نحن منهم الإنسان يتوب منها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كما يقول بعض العلماء العيش في الزمن الصعب. هذا كتاب ألفه أظن إذا لم تخن من ذاكرة الدكتور الكريم مكان. نحن في زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. أنا في زمن الفتن فيه كقطع الليل المظلم. أنا البارح كنت نقرأ على فقط الشبكة العنكبوتية الانترنت داروا واحد الدراسة تقول باللي على موقع الانترنت كاين 4 مليون موقع إباحي أو صفحة إباحية. وللأسف الشديد كاين 6 دول إسلامية تحتل المرتبة الأولى في تصفح هذه المواقع. و23% من نساء العالم مدمنات على تصفح هذه المواقع. وكاين حوالي 100,000 طفل دون السن 11 يتصفحون هذه المواقع. المقصود كي جبنا هذه الإحصائية المقصود أننا في زمن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا نهار نتكلم احنا عن التوبة في رمضان وفي غير رمضان. يعني الإنسان ماهوش مطلوب أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ في كل لحظة. والتوبة مطلوبة من جميع المسلمين. وإحنا للأسف أيها الإخوة الكرام واحدة الظاهرة الغالبة اللي لاحظوها الإنسان يحتاج نشاط
هو مقدم الاستقالة للمولى عز وجل بين قوسين، يعني ما يعبد ربي في اللهو وفي المعاصي وفي الزنا وفي كذا وكذا 11 شهر. إذا دخل رمضان عاد إلى الله سبحانه وتعالى، تاب من ربي سبحانه وأهلا به تائبا. احنا ما نقولوش يا إنسان أنت رمضاني ولست برباني. نعم، يقول العلماء كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. شيء رمضان التوبة ربي سبحانه، والتوبة النصوح كما يقول العلماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء من جملة التفسيرات التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب إلى الممات، بمعنى نهار يدير ذنب ما يزيدش يولي به. درك 11 شهر متراكم، بعد ذلك يدخل رمضان التوبة ربي سبحانه، ثم بعد رمضان تعود حليمة لعادتها القديمة. هذه ليست بتوبة نصوح. ما يبقى صحيح هو الماء فقط. كلمة تشتيري أن الشيطان على التسليم يبقى كل مرة كل مثل عادت حليمة عادتها القديمة قال ودي عبد حليمة زوجتي اسمها حليمة. يتوب الإنسان من الغش، غش التجار في رمضان يكثر الغش. يعني أنا مرة أعطيكم مثال على الغش فقط، مثال على الغش. من غشنا فليس منا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل في زمرة المسلمين إذا اجتنبت الغش. من غشنا فليس منا، يعني هذا التصرف في الحقيقة، هذا السلوك لا ينبغي أن يكون من المسلم. أنا مرة مثلا وقعت قضية الغش في إحدى الأسواق، سوق بجرة، كاين ثم التجار عندهم طريقة في البيع، يدير المقدمة تاع السلعة هذيك المليحة يسموها ماشي غير في المال، يسموها بالفرنسي وكان لاكواف ولا. المهم قلت له أعطيني 2 كيلو جزر، شفتها ما شاء الله المقدمة هذيك ما شاء الله. يا أخي نهار قلت لي كاين من الداخل كلها صفار ومعسل كيما نقولوا هذا غش. نهار كله بيعني من المقدمة هذه يقول لك لا هذه لاكواف هذه نبيعها على الآخر وتتباع غالية. يعني للأسف احنا اللي قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ولهذا التجار لازم يتوبوا من الغش، التوبة من الكذب، التوبة من المخدرات، التوبة من الدخان، التوبة من الشمة. كثير من الناس فرصة رمضان يبطل الشمة، بعد رمضان يولي الشمة ويولي الدخان. وللأسف هذه الأشياء هي محرمة شرعا، محرمة حتى تقبل تروحوا تسقسموا الأطباء يعطيوكم الأضرار بتاعها الخطيرة. نتوب من مشاهدة الأفلام الخليعة في شهر رمضان، نتوب من تصفح المواقع الإباحية، خاصة أولادنا ولو يغلقوا الغرف ويتصفحوا المواقع الإباحية. الآباء تاعنا لازم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يقبضوا بلادهم عن فعل المحرمات، عن التبرج، عن التسكر في الشوارع. إذا التوبة في الحقيقة مجالاتها واسعة، نظرا لأنه في الحقيقة قال في عفن شديد وللأسف. الشيخ عبد الحميد أنت في المقدمة تكلمت أن أعداء الإسلام يعني يتأهبون في رمضان لإضلال المسلمين. من الإضلال واللي هو مطلوب منا أن نتوب إليه هو الحصريات، مسلسل حصري وفيلم حصري، وحتى اللي يسمى مسلسلات دينية في تاريخ ديني، وهو مطلوب اتجاه القضية في رمضان. وبداية أرجع إلى قول الشيخ عبد الله حفظه الله لما قال كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. هو في الحقيقة كل رباني رمضاني وليس كل رمضاني رباني. لكن أحببت فقط أن أنبه إلى مسألة خطيرة جدا كثيرا ما أنبه عليها، وهي أن الذي يقول أنه تاب وهو يعقد نية الرجوع إلى هذه لا تسمى توبة. هذا لا يسمى توبة، بل هذه خداع ومخادعة. يعني إنسان يقول لك أنا أصلي في رمضان وكيف يخلص رمضان عاود البطل. هل هذه توبة صحيحة؟ ليست صحيحة، لأن احنا قلنا من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، أن يعزم ويجزم ويعقد قلبه أن لا يعود. لكن هو لا العكس،
وتوقف نعم، لكن توقف مؤقت، ويعزم الرجوع بعد رمضان. هذه لا تسمى توبة. هل يقال له تائب؟ ليس تائبا هذا في حكم الله، ليس تائبا. هل يقبل الله منه تلك الصلاة وتلك الأمور؟ يعني هذا أمر يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ظاهر الأحكام أنها غير مقبولة، غير ظاهر الأحكام. لكن ربي فعال لما يريد، ربي فعال سبحانه وتعالى لما يريد. واضح؟ هذه فقط نقطة أحببت أن أنبه عليها. أما فيما يخص ما تحدثت عنه عن بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الباب تاع التوبة والندم، حتى الإنسان يعرف بلي التوبة تاعو ساعة هذه لابد عنده ميزان تاع الندم، يقيس ميزان الندم تاعو على المعصية اللي دارها، أي معصية دارها يقيس الميزان تاعو. وأعظم ميزان هو اللي قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يخلد في النار. هذا هو الكفر من المعصية، لأن المعاصي هي دواعي الكفر. يعني الإنسان التوبة تاعو اللي يكره المعصية هذه كرها شديدا بحيث يفضل أنه يقذفه في النار، يقول له يرمى في النار وما يعملش ديك المعصية محبة لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم على التوبة المعصية. جزاك الله خير. نعود إلى المسألة قضية أعداء رمضان. أولا رمضان هو شريعة من شرائع الإسلام، وهناك أعداء لماذا؟ للشريعة، وأعداء الشريعة لا للإسلام. إخواني انتبهوا، يوجد أعداء الإسلام، والصراع قديم، يعني مو صراع حديث يعني جديد يعني اليوم أو البارحة، بل صراع قديم جدا قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تكون البشرية. كان العداوة بالحق يعني قائمة. لكن احنا ذكرنا فيما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان تصفد الشياطين، وقد طرح الشيخ زهير على الشيخ عبد الله سؤالا، قال يعني كيف بعض الناس تقول لك كيف الشياطين تصفد وما كاين بعض الناس لمعاصي والذنوب وربما اشياء، حتى يقول لك في بعض الناس يحتاجوا الى رقيه مركوبين، يعني الناس بس من الجن. يعني كيف يكون هذا الامر؟ اقول اخواني، ذكر الشيخ عبد الله في جوابه ان العلماء ذكروا بان مارده الشياطين هي التي تصفد، وتبقى جنودهم واتباعهم هما، يعني دون تنظيم. يعني حينما يروح القائد يبقى الجنود في فوضى، فيعيثون فسادا، رايحين جايين يديروا فوضى عجيبه غريبه. الامر الاخر اقول ان ابليس يعلم بانه سياتي رمضان، والعفاريت هذه سياتي رمضان وتصفد، هي تعلم هذا. اذا قبل ان ياتي رمضان ماذا تفعل؟ تهيئ التخطيطات، هناك مخططات تهيئها، يعني توصي بها ماذا؟ تعرف قضيه اي معادي لك، اي محارب لك، يعرف بانه في فترات ممكن ان لا يصلك فيها، لكن يتخذ التدابير والاجراءات من خلالها يصل الى ايذائك ولو شيئا ما. فهو اذا فيه ايحاء من هؤلاء الى شياطين الانس لكي يتم القضيه، لكي يتم مشروع التدمير، مشروع التضليل، مشروع ايقاع بني ادم المؤمن ايقاعه في النار، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فيوحي اليهم بالمسلسلات، يوحي اليهم بالسهرات الفنيه. يعني تجد العجيب ان يعني من اختلاط الرجال بالنساء ومن العري السافر، طول النهار هو جائع، طول النهار هو جائع. أقول جائعا لا أقول صائما، لا أقول صائما، أقول جائع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا ماذا؟ إلا الجوع والعطش. بعض الناس يعني امتنعوا عن الأكل والشراب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ومن أسماء الغناء وكذا من أسماء الزور، وإذا ما واللغو أيضا، وإذا مر
ثوب إسلامي. يقول مسلسل ديني، أحيانا يأتيك بمسلسل قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وأحيانا إخواني قديما وإحنا صغار الله يتوب علينا وعليكم شفنا فيلم الوصايا العشر لدي كوموندمون، بكر داروا الفيلم هذا ما الله يتوب علينا، هذا فيلم أمريكي في الحقيقة، لكن هذا الفيلم هذا فيه خدع ومصاريف سينمائية هائلة، يعني أشياء كثيرة. إن هذه داروا هذا لدي كوموندمون يحكوا على قصة موسى عليه السلام وخروجه ببني إسرائيل وكيف أن الله شق لهم البحر وكيف الفيلم هذا. اليهود غضبوا في أمريكا، غضبوا وقالوا أن هذا الفيلم لا نحب أن يمثل، هذا الفيلم مرفوض. قال لكن فيلم ديني يحكي عن قصة موسى، قالوا هذا فيلم إباحي وما هو فيلم ديني، هذا فيلم إباحي. اليهود ولم يرتضوا ماذا ونحن كذلك لا يرضينا أن يمس أو يؤذى نبي من الأنبياء. أي نبي؟ أو الصحابة أو شيء له علاقة بالدين. نحن لا نقبل أن يستهزأ بديننا أو بشيء من شريعتنا، لا ينبغي للمسلم أن يقبل هذا. بعض الناس مرة إخواني مش تعرفوا فداعة الأمور، يجي واحد يتناقش مع واحد وش يقول له؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن حديث ابن مسعود لعن الله النامصة والمتنمصة. يجي واحد يقول له ما يجوش لامرأة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة. قالوا كيف ما يجوش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا. قالوا بصح مرت الشافعي كانت تديرها. وين شفت انت مرت الشافعي؟ قالوا في المسلسل في الفيلم مرت الشافعي، كنت حاضر انت مع الدور المعاقب. إخواني انتبهوا سبحان الله، شاف مرت الشافعي فقط، وين شفت انت مرت الشافعي؟ شافها في المسلسل ده. قالوا أذانك ما أذان تعبيرك. وين شفت كذا؟ في الرسالة. سبحان الله العلي العظيم. إخواني انتبهوا، هناك شيء يسمى حرب التصورات. حرب ماذا؟ التصورات. يعني احيانا حينما تشوف قال يا سيدي معليش بغض النظر شفت فيلم مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام، طيب نأتي إلى الصلاة، يأتي الإمام الله أكبر، إذ قال يوسف لأبي، وش يجي في بالك؟ يجي الأكتر الممثل اللي هو اليوم يلعب يوسف وهو يلعب أفجر الفجار، اللي هو يلعب دور يوسف بين اللقطتين، لأن كاين هذا بين اللقطتين يروح يغازل النساء، يشرب الخمور، يفعل المنكرات، ويعود يرجع يروح على أمر سيدنا يوسف عليه السلام وهكذا. انظروا عباد الله كيف أنهم وصلوا إلى تصورك إلى الداخل في مخك وغيروا لك حتى التصورات، يعطوك أفكار خاطئة. انتبهوا عباد الله، فهذه الأمور مكر. أنا عندي هنا بعض الأشعار مثلا، شوفوا في قديم الزمان هذا الأخطل وهو شاعر من النصراني معروف الأخطل، يقول ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل اللحم الأضاعي، يعني ما نصوم معاكم ومن عيد معاكم، مع أن نحن نسارعوا النواب ونسارعوا العالم الجديد ونسارعوا نشبهوا باليهود والنصارى، لكن شوفوا من قديم الزمان وهذه عقيدة من ذلك منذ إلى وقتنا. ولست بصائم رمضان طوعا ولست بآكل اللحم الأضاحي ولست بقائل أبدا منادي كمثل البعير حي على الفلاح، يقصد المؤذن. وبعض الناس في وقتنا قال الصواريخ التي ماذا لا تنطلق أو لم تنطلق، قال ولكني سأشربها، يقصد الخمر، ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح، نعوذ بالله. وهناك أشعار كثيرة تشوف الناس كيف كانوا يعني فجار فساق يكرهون رمضان لأن رمضان في زعمهم يمنع أو يقطع عليهم شهواتهم ولذاتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. إخواني أنا كانت لي محاضرة هاي عندي هنايا، انظروا عنوان الشيء رمضان بين الصبر والمصابرة. رمضان بين الصبر والمصابرة. أقول إننا صرنا رمضانات كثيرة، كل بحسب عمره، ل30 ل20 ل10 سنين لكذا، كل واحد شعل 10 سنة رمضان. طيب ماذا غيرت فينا هذه الرمضانات؟ طيب لماذا لم تغير فينا شيئا؟ لأننا صمنا رمضان صيام صبر، لم نصمه صيام مصابرة. صمناه صيام صبر، صبرنا عن الجوع، صبرنا عن العطش، صبرنا عن الامتناع عن النساء، لكننا لم نصابر بصيامنا أعداء الله.
لم نقم شرع الله في أنفسنا ولا في أرضنا ولا في أهالينا ولا تحت مسؤولياتنا. فعلينا إذا أن نعيد النظر في صيامنا عباد الله وفي علاقاتنا مع رمضان. ما رمضان إلا عابر سيعبر ويحمل ودائع، نحن نودعه إياه، نحن نعطيه إياه، وهو أمين يحملها ويؤديها كما حملها. من أعطاه حسنات يؤدي حسنات، ومن أعطاه سيئات يؤدي عنه سيئات، لأنه أمين لا يغير شيء مما استودعناه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد، آمين يا رب العالمين. الشيخ عبد الله، جاء عند الإمام البزار والحباني وغيره الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى في ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشركين ومشاهد. لعل المناسبة هذه مهمة أن تقدم رسالة في قضية طرد المشاحنة أو دفع المشاحنة. هذه رسالة التي تصدر في استقبال رمضان قال 15 من شعبان، لعله استعداد لرمضان، الإنسان أنه يدخل برمضان وهو قد اصطلح مع جميع الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف المرسلين. هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي الناس أفضل. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال أفضلهم كل مخموم القلب صدوق اللسان. أو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أي الناس أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم صدوق اللسان علمناه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب من هو الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يعني هذا الإنسان عنده سلامة الصدر، لا يحمل حقدا ولا غلا لأحد من الناس. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه نهار كان في المجلس تاع النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليهم رجل، هذا الرجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو بن العاص حب يعرف علاش هذا الرجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. دار كما يقولوا تمثيل، راح طلب من هذا الرجل نشيبات عنده 3 أيام، يعني القصة باختصار. نهار راح يبات عنده 3 أيام حب يشوف وش هي الأعمال اللي خلاته يدخل الجنة، خلاته النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بدخوله الجنة. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. نهار بات 3 أيام يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يكن لا كثير الصيام ولا كثير القيام، لكنه إذا أوى إلى فراشه ذكر الله تعالى. شافوا في القيام هو على نفس الحال. ولذلك ليست العبرة بكثرة الأعمال، الأعمال مطلوبة، لكن أحيانا يكثر الإنسان من الأعمال إذا جاء رب سبحانه يجعلها غدا يوم القيامة هباء منثورا. كما حديث المفلس أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه ماذا كان يفعل هذا الإنسان؟ الأخلاق دمرت أعماله غدا يوم القيامة. نهار ربي سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى جعل أعماله هباء منثورا. كل الأعمال تاعه راح نتيجة سوء خلقه. ولذلك الإنسان ماشي العبرة فقط يصلي ويصوم ويزكي، فالعبادات لها أبعاد أخلاقية. ممكن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يكذب ويسرق ويتعاطى المحرمات ويخون ويؤذي الجيران ويشتم ويسب ويلعن. إذا هذا الإنسان لم يصل إلى المرتبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. احنا لا نصلي، لكن هل وصلنا إلى هذه المرتبة؟ ولهذا كان أحد الصحابة أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن فلانا يقوم الليل لكنه إذا أصبح سرق. طول الليل هو قائم، لكنه نهار يصبح
صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته عن ذلك. قال العلماء بمعنى أنه لم يكن يصلي الصلاة الحقيقية، فالصلاة الحقيقية هي الصلاة التي لها بعد في الواقع، بمعنى العبادة أخلاق، الصلاة أخلاق، الزكاة أخلاق، الحج أخلاق، الصوم أخلاق. لا يكفي أن نصوم نكف عن شهوتين البطن والفرج فقط. هذا هو الصيام، صيام حقيقي، صيام كامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. نعم هو مقبول، لكنه لم يبلغ درجة الكمال رتبا. نعود للحديث بتاعنا على سلامة الصلاة. هذا الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص راح يسأل هذا الرجل، قال له انت وش هتدير؟ ليش بشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ يقول في معنى الكلام بتاعه أنه هذا الإنسان إذا أوى إلى فراشه كان قلبه سليما على جميع الناس، لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من الناس. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان فرصة من أجل أن نبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، فرصة للتغيير. التفكير في التغيير هو نوع من التغيير. لازم درك أنا من الآن نقول لازم نغير نفسي، لازم الصدر الداعي يكون سليم على جميع إخوانك، كما قال الله تعالى ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا غدا يوم القيامة، إخوانا على سرر متقابلين. المقصود سلامة الصدر، طريقك بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة، وها هي فرصة رمضان على الأبواب، فليكن صدرك سليما على إخوانك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. فاصل من كلام الشيخ بعد سلامة الصدر وأمر ضروري الإنسان يستقبل رمضان قلبه سالم تجاه إخوان المؤمنين، يحب الجميع، يتودد للجميع. الشيخ عبد الحميد في الحضارة وفي زمن القوانين الإنسان إذا ساق سيارة بلا رخصة يأخذون من السجن. طيب واحد يدخل رمضان هو لا يدري أي حكم من أحكام الشريعة المتعلقة برمضان، يصلح هذا الشيء؟ الحمد لله رب العالمين. يعني فيما يخص سلامة الصدر هذا باختصار أقول يا عبد الله لا تفوت عليك الفرص التي يعني يغفر الله لك فيها ذنوب. لا تفوت علينا فرص كثيرة، والنصف من شعبان شهر رمضان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربت أو يعني كما في الحديث يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمين آمين آمين، فقالوا على ما آمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ. يعني من بين هذا الحديث قال دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، خرج ولم يغفر له. لماذا؟ لأنه لم يستغل الفرصة. فلا ينبغي يا عبد الله تفوت. عندك الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله، تفتح أبواب الجنة، يغفر الله سبحانه وتعالى الخلق ويرجم ماذا؟ المشركين والمتشاحنين. يأتي النصف من شعبان يرجم الله سبحانه وتعالى المشركين والمتشاحنين، لا يغفر المشرك ويقول انظرا هذين حتى يصطلحا. يعني إلى متى يا عبد الله وتمضي أعوامه وسنواته وأيامه وعمره وأنت تفوت على نفسك مثل هذه الفرص التي ستندم عليها كثيرا. ولذلك المسلمين نعمتان مقبول فيما كثير من الناس سنقولها. أما هذا الكلام الشيخ كلام يعني جميل. مثال يعني أنت لو تكون عندك ما عندكش رخصة تعاق من جهة أخرى أنك لو ما تعرفش الطريق التي تتوجه المكان الذي تتوجه إليه، إذا لم تعرف الطريقة التي تسلكها يعني ستتوه تتبحر. وزيد على ذلك حتى إذا ما تبحرتش عوض توصل في ساعة توصل في 10 سوايع، وبهذا ربما تهلك المتاع عندك السيارة وتتعب أنت في جهدك وتتعب من معك ويلحقك اللوم والمعاتبة من معك، وهكذا. يعني الناس الذين تأخرت عنهم والناس الذين أخرتهم وأنت في ضياع مصالحك وشؤونك بسبب جهلك للطريق. فكذلك عباد الله نحن نسير إلى الله. يقول
الله جل في علاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نحن نمشي إلى الله، نسير إلى الله. فالطريقة التي نسلكها وهي الطريق المستقيم المفروض ما فيهاش منعرجات وما فيهاش يعني أشياء ممكن. طريق مستقيم واضح، روح كما يقولوا أصحاب الغرب نيشان توصل. يعني ما تتبحر ما فيها لا يمين ولا شمال. وربي سبحانه يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن هذا الطريق هذا مع سهولة مع بساطة مع استقامة يحتاج إلى علم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأقرب الطرق وأسهل الطرق هي الطرق المعلومة، الطرق التي يعلمها أو يسلكها الإنسان بعلم. وما عبد الله بشيء أحب إليه. فإن العلم أولا يعرفك بالآمر وعظمته فتعظم المأمور، يعني الفعل الذي أمرك الله به، وتعرف أيضا ما ترتب على هذا الفعل من أجر إذا امتثلت وبالوزر إذا امتنعت. وكذلك يعرفك بالمعوقات بما يفسد عليك العمل من ربما من لغو وفساد ومعاصي وأشياء كثيرة. لابد للإنسان أن يعلم كل هذه الأمور عباد الله حتى يضمن على الأقل يضمن ماذا؟ أن تصل أعماله إلى الله سليمة وأن تكون مقبولة عند الله جل في علاه. حتى الإنسان بعلم يستطيع أن يفعل هذا يقام قضية الإخلاص، وهذا نسأل الله أن يوفق الجميع لذلك. إذا لابد إخواني من تعلم أحكام الصيام وكل شيء. مساجد يعني كلها بالبرامج. نعم المساجد في الحقيقة والعلم ليس الآن متأخرين. المفروض كما قلنا أن السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، يعني المفروض 6 أشهر وأن نتعلمهم أو نراجع أحكام الصيام. المفروض هذا الأمر، وهو واجب إخواني، واجب ما هو قضية مستحب ولا واجب. هناك علم في الصيام يعني نعم في أحكامه، في مبطلاته، في شروط صحته وشروط إيجابه إلى غير ذلك. هذه لابد على كل واحد يتعلمها إذا كان مكلفا مطالبا بالصيام. وكل عمل تقدم عليه يا عبد الله وجب عليك أن تتعلم ما فيه من علم. إذا كان زواج أو كان تجارة أو كان حج أو كان عمرة لابد أن تتعلم هذه العلوم إذا أقدمت عليها وأنت مقبل على القيام والعمل بها. الإمام البخاري بوّب في صحيحه باب العلم قبل العمل. أولا قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال الشيخ تأكيدا لكلامه. أي عمل تديره لازم تسقسي على حكم الشرع. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل السوق وهو أمير المؤمنين ويقول من لم يتفقه فلا يدخل سوقنا. أنا مرة جاني واحد بالمناسبة، هذه حقيقة، جاني واحد سبحان الله العظيم في ديار الإسلام يجهل أشياء غريبة. جاني واحد مرة 7 سنوات وهو يصلي على جنابه، والله العظيم يا إخوان قال لك أنا ما أعرف من الجنابة لازم نغتسل. والله العظيم يعني أنا بقيت دايخ قلت يعني 7 سنوات وأنت بهذه الحالة مش البخت يقولوا ما على بالكش باللي الجنابة لابد من رفعها بالغسل. يعني شيء غريب في ديار الإسلام يجهل المعلوم من الدين بالضرورة وأشياء أخرى. يعني تجينا أسئلة كثيرة والله العظيم يعني راسك كما يقولوا يحبس. غريب. زوجته تقضي الصلاة 7 سنوات تقريبا زمن الخير يأمرها بعد ما ينتهي زمن الخير أن تقضي الصلاة. سبحان الله، الله تعالى خفف عنها وهو يعذبها. يعني غريب. ولذلك من المفروض إخواني أحكام الصيام وهي ماهيش كثيرة بزاف ما عدا المسائل المعاصرة الجديدة محدودة. من المفروض هذا الإنسان في شهر يقرأها كامل وما هيش صعبة، يعني في متناول الجميع ممكن يقرأها، والوسائل متوفرة والدروس كاينة والمحاضرات كاينة، أشرطة كاينة، المشايخ كاينين، إلا من أبى. لكن للأسف الناس يوقعوا في أشياء خطيرة تتعلق بصيام رمضان وتتعلق بأحكام العبادات للأسف الشديد. الله يجزيك. أنا كنت
لابد طبعا كثير من المسائل المتعلقة بالصيام فقه الصيام، لكن ممكن نرجع إن شاء الله فيما يمكن الأيام الشيخ محمد كلمة أخيرة فيما يتعلق به. أنا أوصيهم أن يلتفوا بالشيخ محمد يعني إمامهم، أن يسألوا في كل صغيرة وكبيرة، كسروا له راسه، ما تقولوش باللي كذا، وعوا عليه ضغطوا عليه سكسوه، هذا دينكم يا ناس بكري قال سكسي على دينك يقولوا مكتوب. والشيخ محمد لن يستنكف بإذن الله وسيجيبكم ولن يردكم لأنكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يوفقكم. كلمة رسالة يتعلق برمضان. بسم الله والصلاة والسلام. في فقط قضية تعلم الأحكام. مع تعلم الأحكام ينبغي أن نتعلم الآداب والأخلاق، لأنهم روح الصيام ومغزاه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن حالي إلى أن أشكر باسمكم مشايخ الكرام الشيخ عبد الحميد، الشيخ زهير، الشيخ عبد الله المنذور على ما تفضلوا به وتقدموا. نسأل الله عز وجل أن يوفي ثوابه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يعمر ميزان حسناته ويرفع درجاته من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد المبذول لتنوير مساجدنا وتنوير قلوبنا إن شاء الله عز وجل في ميزان حسناته. ولك الكلمة. الله يجزيك الشيخ. إذن إخواني شكر الله حضوركم، نسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يكون هذا الحضور في ميزان حسناتكم. نضرب لكم إن شاء الله موعدا في شهر رمضان إن قدر الله تعالى لنا ولكم اللقاء والبقاء، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.